تخيل تصحى الصبح تفتح موبايلك تلاقي كل الناس بتتكلم عن فيروس جديد، فيروس نسبة الوفيات فيه أعلى من كورونا، والبعض بدأ يقول هل العالم داخل على وباء جديد؟ اسم الفيروس ده هانتا، الفيروس اللي رجع ذكريات 2020 من جديد، الكمامات، الخوف، الخطر، والمستشفيات اللي كانت مليانة. بس السر الحقيقي هنا، هل فعلا هانتا ممكن يتحول لكورونا جديد، ولا الإعلام مكبر الموضوع؟ وليه العلماء قلقانين منه رغم انه موجود من سنين؟ انت اللي متعرفوش ان هانتا ده اصلا مش فيروس جديد، ده موجود من سنين السنين كمان. الاغرب بقى ان الفيروس ده مش بينتشر من الهواء بالشكل التقليدي، ولا حتى عن طريق الاكل، لكن عن طريق حاجة مقرفة جدا، فضلات الفئران. الفيروس اللي راعب العالم كله ممكن يتنقل بسبب فار عدى جنبك من كام يوم. بس استنى، الموضوع اغرب من كده بكتير، لان في نوع من انواع هانتا ده العلماء بيقولوا ان ممكن يتنقل بين البشر اصلا، وساعتها هتبقى المشكلة اكبر بكتير مما الناس متخيل. والنهارده بعمل لك الفيديو ده علشان اجاوبك على الاسئله اللي انت ما سالتهاليش اصلا. ايه هو فيروس هانتا، وازاي بدأ، وهل ممكن ينتشر زي كورونا ولا لا، وليه نسبة الوفيات فيه مرعبة بالشكل ده؟ وفي آخر الفيديو هقول لك أخطر سيناريو ممكن يحصل لو الفيروس ده اتحول فعلا. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ونخش في كامل التفاصيل، يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وندعي لإخواتنا المستضعفين في كل مكان بالفرج القريب إن شاء الله. نخش في الفيديو. عشان نفهم الرعب اللي الناس بتتكلم عنه، لازم الأول نفهم إيه هو فيروس هانتا أصلا. هانتا مش فيروس جديد بنسبة 100%، هو موجود من سنين طويلة، لكن اللي حصل مؤخرا إن ظهرت حالات جديدة خلت الناس ترجع تقلق تاني. الفيروس ده بينتمي لعيلة اسمها هانتا فيروسز، والمشكلة فيه إنه هو بيهاجم الرئة والكلى بشكل مباشر، يعني حرفيا بيخلي الجسم يبدأ ينهار من جوه. وأخطر حاجة إن أعراضه في البداية شبه دور برد عادي، حرارة، تكسير، تعب، صداع، كلام من ده. فالشخص ممكن يفتكر نفسه عنده انفلونزا عادية، لكن بعدها بكام يوم الرئة تبدأ تتملي سوائل، ساعتها التنفس نفسه يتحول لمعركة جواه. وده اللي مخلي العلماء يخافوا منه، خصوصا ان بعض انواعه نسبة الوفيات فيه عالية جدا مقارنة بكورونا. وقت كورونا نسبة الوفيات كانت قليلة نسبيا عند اغلب الناس، لكن قوة كورونا كانت في سرعة الانتشار، يعني فيروس بينتقل بسرعة جدا حتى لو قاتل بنسبة قليلة. هيصيب ملايين البشر؟ ماشي، بس هل ملايين البشر هيموتوا؟ لا. اما هانتا فالعكس تقريبا، هو مش سريع زي كورونا، لكن اخطر على الشخص المصاب نفسه، يعني سلالاته وصلت نسبة الوفيات فيه ل 30%، وده رقم مرعب جدا مقارنة بكورونا. تخيل كده، من كل 10 مصابين 3 يموتوا، وده السبب اللي مخلي اسم الفيروس مرعب رغم انه مش منتشر عالميا. دلوقتي بقى احكي لك القصة اللي كل الناس بتتكلم عنها واللي خلت الاسم ده يرجع تاني. القصة اللي خلت اسم هانتا ينتشر فجأة بدأت على سفينة. مجموعة من الناس كانوا رايحين رحلة بحرية عادية جدا، ناس راحت تستمتع، تتصور، تعيش كام يوم بعيدا عن الضغط. لكن محدش كان متخيل ان الرحلة دي هتتحول لكابوس. بعد ايام من الرحلة، بعض الركاب بدأوا يحسوا بأعراض غريبة، تعب شديد، سخونية، ضيق تنفس. وده ايه؟ أعراض هانتا. لكن انا قلت لك فوق، لما يجي الشخص يحس بالاعراض دي بيحس بيها كانها برد، دور برد عادي. وده فعلا اللي حصل. في البدايه الكل افتكر ان هو دور برد عادي، لكن بعدها الحالات بدأت تسوء بسرعة مرعبة. في وقت قصير الطاقم الطبي على السفينة بدأ يشك إن الموضوع أخطر بكتير. التحليلات بعد كده كشفت المفاجأة، فيروس هانتا. يا سلام. وفجأة الخبر انتشر في الإعلام العالمي، والناس بدأت تسأل نفس السؤال اللي انت بتسأله دلوقتي. اعتبر نفسك بتسأل يعني. ليش يا معلم؟ بس عادي بقى، كله بالحب. هل احنا داخلين على كورونا جديدة؟ المرعب في الموضوع ان السفن اصلا تعتبر بيئة خطيرة لأي عدوى، مكان مغلق، ناس كتير، احتكاك مستمر، واي فيروس ممكن ينتشر بسهولة لو كان قابل للانتشار بين البشر. وده اللي خلى العلماء يراقبوا الموقف بعناية شديدة، لان بعض انواع هانتا في حالات نادرة ممكن تتنقل من شخص لشخص. ودي اهم نقطة في الفيديو كله، هل فعلا هانتا ممكن يبقى كورونا جديد؟ الإجابة المختصرة حتى الآن لا. طيب حضرتك هتسألني ليه لا؟ هقولك لأن فيروس كورونا كان عنده ميزة مرعبة، هو الانتشار السريع جدا. تمام. أما هانتا في أغلب أنواعه مش بتتنقل بسهولة بين البشر،
يعني غالبا لازم احتكاك مباشر أو التعرض لفضلات القوارض المصابة. وده فرق ضخم على فكرة، لأن الفيروس علشان يعمل وباء عالمي لازم يكون سريع في الانتشار. لكن وده الأهم، العلماء قلقانين من حاجة تانية خالص، وهو التحور. لأن أي فيروس مع الوقت ممكن يتغير، ولو ظهر نوع جديد من هانتا يتنقل بسهولة بين البشر، ساعتها العالم ممكن يدخل في مشكلة حقيقية. المرعب في هانتا بقى إنه مش بيعتمد على الانتشار، هو بيعتمد على القوة. الفيروس بيهاجم الأوعية الدموية والرئة بشكل مباشر، وبعض الحالات الرئة بتبدأ تتملي سوائل لدرجة إن الشخص يحس إنه بيغرق وهو بيتنفس، وده اللي بيخلي الحالات الخطيرة تحتاج أجهزة تنفس بسرعة. والأخطر إن مفيش علاج سحري مباشر للفيروس ده لحد النهاردة. الأطباء بيعتمدوا بشكل أساسي على دعم الجسم لحد ما المناعة تحارب الفيروس. تخيل معايا السيناريو ده، فيروس نسبة وفياته عالية ويتحور فجأة ويبقى سريع الانتشار بين البشر. يا خرابي يا عرابي، الحقونا اغرسونا. ساعتها العالم ممكن يواجه نسخة أخطر من كورونا بمراحل. وده بالظبط السبب اللي مخلي العلماء يراقبوا أي حالة جديدة بدقة شديدة. لكن في نفس الوقت منظمة الصحة العالمية قالت إن يا جماعة خطر تحول الوباء ده عالمي ده حاليا مازال منخفض، يعني مفيش داعي للذعر، ولكن لازم نفهم اللي بيحصل حوالينا ده مش عارف شوية كلام في الفاضي. نفس الكلام اللي كانت قال وقت فيروس كورونا لما كان قالك ده ينزل في الصين 5-6 حالات، وفجأة لقينا عندنا هنا في أبو زعبل. صدق انت عارف. فملهاش علاقة. خليني أقولك إن الغريب فعلا إن أضعف الكائنات أحيانا تكون سبب في أكبر كوابيس البشرية. فار صغير ممكن يحمل فيروس يرعب العالم كله، وده بيخلينا نفهم إن البشر مهما تطوروا مازال فيروسات صغيرة جدا قادرة توقف العالم بالكامل. اكتبلي في الكومنت، هل شايف إن العالم ممكن يعيش كارثة زي كورونا تاني، ولا الناس بقت مستعدة أكتر دلوقتي؟ ما تنساش اللايك والاشتراك علشان الفيديو الجاي هيكون عن ايه. اكتبلي في الكومنتات عايز الفيديو الجاي عن ايه كده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.